النهارده هنعمل مع بعض كباب حلة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. حضرت كيلو بقى من اللحمة كده مقطعاها مكعبات بالشكل دوت، وسط مش كبيرة ومش صغيرة. طبعا أفضل قطعية للحمة بتاعت كباب الحلة هي قطعية الكتف، بتبقى لحمة كده حمرا وبتشرب التتبيلة وما بتبقاش دسمة قوي. حضرت بقى طاسة، حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وهبدأ أشوح اللحمة بتاعتي عشان أقفل الأنسجة على اللحمة، أحافظ على النحاس والبروتين والفيتامين اللي موجود في اللحمة. بالشكل دوّة هاشوّحها تشويحة كده، واحط عليها بقى التوابل، شوية قرفة، شوية زنجبيل، شوية فلفل أسمر. الطريقة ديّة بتخلّي ريحة اللحمة جميلة خالص، واقلّب بقى لمّا احس إن لون اللحمة كده بدأ يتغيّر، هاقلّبها على الناحية التانية كده بالشكل دوّة عشان الأنسجة تتقفّل تمامًا، يبقى أنا حافظت على البروتين، حافظت على النحاس، حافظت على الفيتامين اللي موجود في اللحمة بالتشويحة اللي أنا عملتها دي. 5 بصلات بقى أنا قطّعتهم أجنحة بالشكل دوّة، وهابدأ أتبّل البصل بقى مع اللحمة كده واشوّحها بالشكل دوّة. قطّعي البصل زي ما أنتِ عايزة، مكعبات، أجنحة، مش